السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 4 مباريات في تحديد الهابطين. طبعًا آآ أنا أول واحد أو أول حد أو أكتر حد اتكلم: يا جماعة الحقوا الإسماعيلي، يا جماعة الإسماعيلي هيهبط. لدرجة إن أقرب منافسيه، أنا باتكلم وكان أقرب منافسيه 6 و7 نقاط وعدّوه. واللي بقى زيه، يعني مودرن بقى 18 زي الإسماعيلي، بقى 18 بينه وبين الإسماعيلي بونت، وإنبي بقى 21 عدّاه، والإسماعيلي بقى المركز اللي قبل الأخير. سموحة تعادل مع طلائع الجيش، هو امبارح كان يوم سلبي. سموحة تعادل مع طلائع الجيش بدون أهداف، وزد تعادل مع الاتحاد برضه بدون أهداف. عشان تعرفوا إن النقطة آآ تساوي دهب في الفترة دي. 4 مباريات فيهم هدفين. والجونة أول 45 دقيقة، الجونة ومودرن أول 45 دقيقة تعادل بدون أهداف. ومودرن خطف هدف عن طريق هلال، هدف من دهب 3 نقاط، كان 15 نقطة بقى 18 نقطة. ومودرن بقى له ماتشين بيكسب من 12 نقطة ل18 نقطة، وحط نفسه في اللعبة بعد ما كان كل الناس قالت مودرن شبه هبط. المباراة الرابعة بتاعت الإسماعيلي وإنبي مباراة قوية جدًا. وفي الإسماعيلية، نادي الإسماعيلي يعني كده بنسبة كبيرة جدًا هبط في الاتنين اللي هيهبطوا. لو ما لحقش نفسه وكسب، بس يبقى هيكسب إزاي؟ ده مباراة في إسماعيلية وبيلاعب إنبي في إسماعيلية والاستاد مليان وما عرفش يكسب. ففي مشكلة كبيرة عند الإسماعيلي، و و وربنا يستر إن كده الإسماعيلي رايح للهبوط رسمي. بكرة إن شاء الله مباريات اللعب على البطولة، وبإذن الله في مباراتين، وبعد بكرة مباراتين بإذن الله نتفرّج عليهم ونتكلّم عنهم مع حضراتكم.